الاسكندرية ابريل 1183 ميلادية، يعني من 850 سنة بالظبط. وفي طريق المحجة الكبرى اللي هو شارع فؤاد دلوقتي، شاهد الرحالة والمؤرخ ابن جبير حشود من اهالي اسكندريه ماليه الطريق من باب رشيد لغايه باب البحر. وقف ابن جبير عشان يشوف هو ايه اللي بيحصل، ووقف جدي الكبير وساله: ماذا يحدث يا صديقي السكندري؟ انهم ابنائي، ابناء اسطول الاسكندريه، عائدون باسرى الفرنجه من الحجاز. من الحجاز؟ نعم من الحجاز. وكيف ذهبت المراكب من الاسكندريه إلى بحر القلزم؟ إنها أحدوثة طويلة يا صديقي. دعنا نشاهد أسرى الفرنجة ناكسي العهود، ثم نذهب إلى باب البحر، وهناك سوف أحكي لك الأحدوثة. ها هم الأسرى قد دخلوا من باب رشيد على الجمال منكسي الرؤوس. لقد انتصر أسطول الأسكندرية بقيادة القائد حسام الدين لؤلؤ. يا لفخر ثغر الأسكندرية برجاله. لقد حمى السكندريين مكة والمدينة وقبر رسول الله. ولحد هنا انا هقلب على وائل بتاع العصر الحديث، مش جدي بتاع صلاح الدين. ما انا جدي في عصر صلاح الدين برضو كان حكواتي. ومن هنا انا هكمل لكم الاحدوثه، قصدي الحدوته. نبدا من البدايه. اولا احنا في عصر السلطان صلاح الدين الايوبي، وزي ما حكينا قبل كده قصة صلاح الدين لما كان امير على اسكندرية. ولما صلاح الدين تولى السلطة اهتم كتير جدا بثغر اسكندرية، وعمر دار الصناعة اللي هي الترسانة، وحصن السور والطوابي، وانشأ البيمارستان الايوبي اللي هو المستشفى، وكمان المدرسة الحافظية. وعشان هو في مرة شهد حصار الفرنجة بأسطولهم الاسكندرية، قرر ان هو يعمل ديوان مخصوص للأسطول، وعين لقيادة الأسطول ومتولي الثغور البحرية القائد حسام الدين لؤلؤ الأرمني الأصل، من صحابنا بتوع أرمينيا يعني. صلاح الدين الأيوبي كانت بتواجهه مشاكل كتير مع مدن الساحل الصليبية، لكن أهم مشكلة كانت بتواجهه مع صاحب الكرك اللي هو أمير حصن الكرك، رينو دي شاتون، أو زي ما كان المسلمين بيقولوا عليه أرناط. عارفينه بتاع فيلم صلاح الدين، الماء أين الماء؟ بس الحدوتة بتاعتنا قبل معركة حطين ب4 سنين، وقبل حصار عكا ب6 سنين، وقبل توقيت فيلم صلاح الدين الأيوبي ب6 سنين. أرناط ده كان شديد الكره للمسلمين ولصلاح الدين. قرر ان هو يهاجم مكة والمدينة المنورة وينبش قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. بس عشان يعمل ده لازم يسيطر على بحر القلزم اللي هو البحر الأحمر. المعلم أرناط عمل مراكب بس على أجزاء، ونقلها برا على الجمال لحد خليج العقبة، وجمعها هناك ونزلها البحر، وبدأ يهاجم مواني الحجاز ومصر زي ميناء عزاب المصري، وينبع في الحجاز ويهاجم مراكب التجار والحجاج ويقتل فيهم ويسرقهم. ما هي دي عادته ولا هيشتريها؟ توصل الأخبار دي للسلطان صلاح الدين في دمشق، فيصدر أوامره لأخوه نائبه على حكم مصر العادل أبو بكر إنه يجهز الأسطول المصري في اسكندرية وينقله للبحر الأحمر. هنا الملك العادل استدعى القائد حسام الدين لؤلؤ من اسكندرية عشان يشوفوا هيعملوها ازاي دي، ويقرروا ان هم يفككوا بعض سفن الاسطول في اسكندرية، وكمان دار الصناعة تنشئ ليهم اجزاء مراكب جديدة، ويرقموا الاجزاء وينقلوها على جمال للسويس، وفي السويس يتم تجميعها من جديد. وعشان يعمل ده لازم عمال دار الصناعة في اسكندرية يروحوا للسويس، وكمان البحارة والجنود بتوع الأسطول لازم يروحوا من اسكندرية للسويس. ويبدأ رجال دار الصناعة في اسكندرية يشتغلوا زي النحل، يفككوا المراكب اللي موجودة ويرقموها، ويصنعوا أجزاء مراكب جديدة ويرقموها، وآلاف الجمال تيجي عشان تنقل أجزاء المراكب والصواري والأشرعة. وكمان رجال دار الصناعة أو الترسانة، ده غير رجالة الأسطول والمحاربين. وفعلا توصل المراكب المفككة للسويس، ويبدأ رجال دار الصناعة يجمعوها ويدهنوها بالقار وينزلوها البحر، ويبدأ البحارة والمقاتلين ياخدوا أماكنهم عليها. ومن هنا هتبدأ معركة البحر. القائد حسام الدين لؤلؤ كان بيطلع على ساري سفينة القيادة ويدور على سفن الصليبيين، وأيام وليالي تعدي لحد ما يلمح أحد البحارة مراكب الصليبيين عند شواطئ الحوراء عند ينبع، وكمان عند رابغ قرب المدينة المنورة. كانوا عمالين يقربوا من الشاطئ عشان يبدأوا حملتهم البرية على مكة والمدينة. وهنا يؤمر القائد حسام الدين لؤلؤ ببداية المعركة الحربية، ويا عم خد فين يوجعك.
جنود أرناط ما صدقوش، جروا على جبال الحجاز عشان يستخبوا. نسكت؟ لا والله. فالقائد حسام الدين لؤلؤ يؤمر الجنود بتعقبهم في جبال الحجاز ويحاربوهم، واللي يموت يموت واللي يتأثر يجيبوه من قفاه. ما هو يا قتيل يا أسير، مفيش تالت. صلاح الدين الأيوبي لما علم بالانتصار أمر بقتل كل الأسرى عشان محدش من الفرنجة تاني يعرف الطرق بتاعة البحر ده اللي عرفها الأسرى دول، وعشان يكونوا عبرة على من يتجرأ على مقام رسول الله. صلاح الدين قسم الأسرى ل3 مجموعات. يرسل أول مجموعة لمكة عشان يتم إعدامهم في منى قدام أهالي الحجاج اللي قتلهم أرناط، ومجموعة تانية للقاهرة. طب وإحنا؟ وأمر بإرسال مجموعة ثالثة لصغر اسكندرية مع رجالة الأسطول عشان الصغر يفخر برجاله. دخل الأسرى منكسي الرؤوس من باب رشيد لحد باب البحر عند الساحة المستوية عشان يتم إعدامهم هناك، وسط فخر أهالي اسكندرية برجالهم، رجال الأسطول والترسانة. والبحر بحرنا عن أبونا وجدنا. بس يا سيدي، وهي دي كانت الحدوتة بتاعت النهاردة. أكيد طبعا هتقول لي أنت جايب الحدوتة دي منين؟ طبعا أول مصدر اللي شاهد الواقعة على عينيه ومن حظه ابن جبير، وطبعا من كتابات مؤرخ وقاضي عسكر عصر صلاح الدين القاضي بهاء الدين ابن شداد، واكيد ابن الاسير في الكامل في التاريخ، واخيرا ابن تغري بردي في النجوم الظاهره. وتوته توته اكيد انا اول واحد يقول لك الحدوته، وبما انهم كانوا 3 حواديت في عصر صلاح الدين ابقى انا مؤرخ عصر صلاح الدين في اسكندريه. لو عجبتكم حواديت صلاح الدين اعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب.